برضه تطرقنا يا دكتور لنقطة الصالة اللي بتنشأ جديدة. كان مساحتها من ملعب الفولي بول والهاند بول خدت مساحة كبيرة. بالفعل كان متنفس كبير جدا لأعضاء الجمعية العمومية ان هم يمارسوا فيهم نشاطهم اذا كان كرة قدم او كرة خماسية. برضه شايف دي نقطة قللت من مساحة النادي، شايف النقطة ازاي من حضرتك رؤية الصالة؟ هي قللت حاليا، انما لما يخلص باذن الله الصالة المفتوحة يبقى مشروع حلو. رغم ان كان ليها حبة تحفظات على المشروع في الاول، بس انا حاليا دلوقتي انا مع المشروع ونقول ربنا يسهل ويكمل، لان ديت خسارة احنا هنضيعها من نقدر، لان هو لما جه ما كانش عندنا حق ارض غير هي دي، ما لما نعمله هنا لما نرفضه، ولو كنا رفضناه كنا هنغير يعني عارف انت هنجيبه تاني هناخد سنين عشان نعرف نجيبه الموقع. اولا كانت موافقة من قبل مجلس قومي الرياضة هي على وتمويل مش على حسابنا خالص. انا ما بتكلمش فيه كل اللي اتعمل في المجلس مع حضرتك انا كنت مش موافق على الصيغه اللي هي كانت البروتوكول، مش المشروع. هو في صيغه مرة ايوه انا كنت بس كانت في نقطه اللي هي التفويض اللي بيتابع المشروع او التفويض اللي هو الممنوع. كنا عايزين كل مجلس اداري يبقى مفوض اللي بيتابع المشروع، ما يبقاش بس من شخص واحد. دي كانت نقطه الخلاف، انما ما كانش الخلاف يتعمل او ما يتعملش، لان احنا كنا عارفين ان نادي طنطا لازم تعينوا له صاله محترمه، نادي كبير ما ينفعش له صاله محترمه، فدي كانت نقطه الخلاف. انما احنا كان بالنسبه للمشروع كنا كلنا موافقين عليه وما فيش حد معترض عليه، ما كانش في اي خلافات في بنود التعاقد او اي شيء. هي كانت نقطه بس التفويض بس المين. تمام يا دكتور. شايف حضرتك برضو هدفنا وحضرتك بتكلم اعضاء الجمعيه العموميه، ايه اللي تقدر تقدمه للجمعيه العموميه خلال الفتره القادمه لو حضرتك فزت بالانتخابات؟ باذن الله ربنا يسهل، لو في نصيب باذن الله هنوع الحاجات كويسه، واهمها زي ما قلت توفير حته ارض ان احنا نعمل فيها حاجات ملاعب ورش الوسع رفع الاجتماعي، حتى في حاله انشاء الملاعب ديت واحتمال يكون في خطه ثانيه لملعب كره القدم واستكماله. باذن الله ربنا يسهل. لا يعني احنا بعض المعلومات ان الملعب هيتم استكمال الخطه الثانيه، وهو بناء يعني المدرج اليمين بجانب مقصوره هيكون لو خدت حته ارض مش هكمل الخطه دي. يعني الكلام ده يتوقف على هل هناخد ارض ولا لا. لو خدت ارض يبقى حرام نكمل هنا انهي ارض اللي بتسعى ان احنا في ارض كنا بنتكلم فيها مع سياده المحافظ اللي هي جنب مسجد، كان خلينا 5 فنانين موجودين، بس كان اختلاف في السعر بتاعهم وهل الحكومه بتبيعها ولا لا، كانت النقطه اللي بنتكلم فيها. بس انا طبعا يعني الكلام ده كله سهل الاوانه، فربنا يسهل لو في نصيب ونجحت باذن الله نبتدي نفعل تاني المحادثات مع الوقف او مع الهيئه التنمويه لمحافظه الدوله، بحيث هنشوف اي حاجه تانيه، بس ملهاش حل. النادي مخدوم ما ينفعش يفضل بالمنظر ده. وزي ما قلت لك برضه المبنى الاجتماعي اللي بيتعمل ده طبعا موجودين ايام كان بيتعمل والفرش بتاعه والتاسيس والكلام من ده لما هيتفتح برضه هيبقى متنافس، هياخد كتير برضه الناس اللي قاعدين في الجنينه والناس اللي قاعدين برضه في الحاجات الثانيه، لان في كذا 3-4 صالونات، في سطح فوق حلو جدا، في لحمه تعمل مطاعم، في صالونات، هيكون اكيد هيكون متنفس برضه يقلل الضغط العضلات. ده برضه ده بالنسبه للفتره الحاليه. عايزين نقاط جوهريه، اكيد كل متلقي من اعضاء الجماعه عاوز نقطه جوهريه جدا يسمعها من الدكتور ياسر. يعني انا لو وعد بيه باذن الله ان انا تحت امر النادي باذن الله في اي حاجه. النادي لو في نصيب وكملت في حوض الشعب ورجعت هبقى باذن الله يعني كل الامكانيات اللي اقدر اجيبها لطنطا هجيبها واوفرها، لان انا الكلام ده مش هروح في النادي بس، انا هعمله على طنطا كلها. من اي حاجه اقدر اجيبها في طنطا باذن الله. ده ان شاء الله. حضرتك ان شاء الله داخل تحت الشعب باذن الله. انا داخل مش ضده، لا ما فيهاش ضده وقدام. انا داخل الانتخابات وبقول ان انا بسعى لخدمه طنطا، فلسه ترشيحات الحزب لسه ما بنتش، لسه استقالات الرئيس شغالين فيها، فبقول لو الحزب جابني باذن الله انا مع الحزب الوطني، ولو ما جابنيش انا يعني ربنا لسه حضرتك نتطرق للمحاضرات انت ترشيحات لعيبه الشعب ان احنا شفنا الشغل الرئيس الله يبعث له عشان الشعب، ولا ده الكلام اللي سمعته، انما حاجات اكيده مش ده الكلام اللي سمع وده الكلام اللي الناس اللي قالته، مش انا اللي قلته. فانا بدات نازل النادي عشان اشوف هل الناس فعلا عايزاه ولا مش عايزاه، بس مش حضرتك مش متهني بالموبايل خلاص. على فكره القلق عشان برضه نعرف كلمه القلق ده ظاهره صحيه. تمام. واللي ما بيقلقش ما بينجحش. اي واحد عايز ينجح لازم يقلق، طبعا انا قلقان كتير عشان خاطر كده لازم واحد يشتغل، عشان اللي ما بيقلقش يقعد وما يشتغلش. طبعا القلق ظاهره صحيه وانا قلقان زي ما انت قلت، بس الحمد
لله ثقتي في نفسي وفي ربنا كبيره جدا. كنت بقول ان الحب اللي بيني وبين الناس ده مش حب مصلحه، لان الحب اللي بيقوم على المصلحه بيزول مع انتهاء المصلحه، انما الحب اللي بيقوم على المعرفه الشخصيه والعلاقات الشخصيه بيفضل مستمر بين الاهل. تمام يا دكتور، هنرجع تاني للنادي الاجتماعي ونادي طنطا. في نقطة في خلال الفترة الماضية والتدخل الإداري من قبل الجهة الإدارية. يعني أنت شايف التدخل إزاي وفي الفترة الماضية وإقالة واحتمال تزوير في الانتخابات وبطلان في الانتخابات بعد قرار المحكمة، شايف التدخل الجهة الإدارية بيكون إزاي؟ لا هو اللي حصل المرة اللي فاتت احنا مش نازل فيه، لأن البطلان جه من طريقة إدارة الانتخابات. المفروض اللي جاي يتحاسب اياميها كان المفروض وزاره الشباب والرياضه، وزاره الشباب والرياضه هي اللي كانت تتحاسب وتتحمل الخطا مش مجلس المنتخب. بس احنا بنقول خلاص ده حاجات عدت وخلصت، فاحنا نقول المره دي احنا خدنا كل الاجراءات وكل الاحتياطات اللي ما بقاش فيها اي بطلان. النقطه الثانيه بقى اللي هي تزوير ومش تزوير، طبعا دي ما نقدرش نتكلم فيها لان المفروض الناس يعني تكبر من ذلك والمثقفين كل واحد عارف حقه وكل واحد عارف هو بيروح فين وجاي منين، فصعب قوي موضوع التزوير. طيب بالنسبة برضو حتى لما كان قرار المحكمة الأخير ده وكان تأخر كتير كحكم المحكمة، ولكن طبعا مش هنقدر نعلق على حكم المحكمة. الجهة الإدارية برضو كان بتجدد للمجلس، عشان هم مقتنعين ان الخطأ جه بسبب خطأ إداري منهم وليس عدم. لا ما هو لو انت تقول كده هو كان خطأ إداري يبقى لازم يجددوا المجلس بالكامل. تمام. ما كانش ينفع يشيلوا حد ويحطوا حد. كل ما شالوا حد وحطوا حد يبقى هم مش مقتنعين بالمجلس ان هو المظلوم، لا ده هم بيعملوا اللي هم عايزينه. والنقطه الوحيده الخلاف اللي اللي خلتني اصمم ان ارشح نفسي رغم كل المخاطر اللي ممكن اتعرض لها في الخدمه للشعب. دي نقطة طبعا كانت مهمة جدا، واحنا كمتابعين للنادي وكصحفيين شايفين النادي ما كانش فيه استقرار في الفترة الأخيرة بسبب التدخل الإداري. يعني احنا شايفين التدخل الإداري في مصر على مستوى مصر كله دايما بيتتابع في المشاكل. يعني هو زي ما احنا قلنا في الأول ان لو كانت الجهة الإدارية فاكرة ان احنا مظلومين احنا بنفضل زي ما احنا لحد آخر الانتخابات وبعدين نحسن الانتخابات. ايوه. ان هو هم بعد ما عملوا الحل وعملوا قرار التعيين عشان احنا مظلومين زي ما بيقولوا جم لقوا بعد كده في الأفراد اللي هم المنتخبين. وده راجع لمصالح ولا؟ طبعا مفيش مصالح طبعا. عايز استغرب حضرتك بس تقول حضرتك موجود لما حتى الشخص المصري صعد طيب هو يحط في حزيمه مصر جاء مصر هي بدأت مش حزيمه هي بدأت هو طبعا ده تحليل هو حمل الإدارة كلها طبعا سواء الإدارة الفنية أو الإدارة الإدارية. يعني طبعا احنا بنقول إن أي منظومة عمل بتنفصل من شقين، شق إداري وشق فني. لو الشق الفني كويس والشق الإداري بايظ هيبوظ العمل، لو الشق الإداري بايظ والشق الفني كويس هيبوظ العمل. فلازم الاثنين يكونوا كويسين، ما ينفعش واحد فيهم واحد حلو واحد. فما بالك إن في خلافات في الاثنين في الإدارة وفي الفني. يعني المدربين بتوع الفريق كان في خلافات، الإدارة كان فيها خلافات، طبعا كل الكلام بيأثر على موضوع السلة. فأنا نوعد بإذن الله إن السلة ترجع تاني للممتاز وربنا يسهل ونظبط كل بإذن الله. الامتحانات الأخيرة اللي أعطاك معاهم ميعادنا بإذن الله 6/8 ورجاء بعيد عن أي مصالح أو أي تربطات نحن الشخص اللي حاسين إنه ممكن يفيد المكان مش حاسين إن هو صاحبنا بس، لأن النادي محتاج ناس تقف، ناس تشتغل بإخلاص وناس تشتغل بحب. وانا تحياتي طبعا لجميع المرشحين وفين الرؤساء وفين الاعضاء المستقلين وفين القوائم كلها، واتمنى ان كل الناس تكسب ويبقى في 100 واحد من الشعب في مجلس النادي، مش 6 بس اعضاء ورئيس، لا يبقى في 100 واحد بس كلهم 100 على قلب رجل واحد. هو ده اهم حاجه، انتوا 6 ينجحوا يخش على قلب رجل واحد يبقى برضه هنخش نفس المشاكل. انا قصدي ان لو حتى 100 على قلب رجل واحد هيبقى النادي كويس. انا قصدي الناس اللي بتختار الفريق المناسب اللي هيشتغل مع بعضيه بحيث ان كله باذن الله يبقى على قلب رجل واحد. قبل ما اختم حضرتك برضو في نقطة سريعة، حضرتك نازل الانتخابات كمستقل، ليه ما كنتش منضم لأحد القوائم؟ اولا الحمد لله يعني انا كل الاعضاء النازلين سواء الرئاسة او اعضاء الوزارة كلهم حبايبي. تمام. وكلهم تربط بيهم علاقات شخصية قوية جدا، وكلهم ما شاء الله يعني الناس افاضل كويسين. انا كظروفي ان انا حد من الشعب ما ينفعش اكون حاليا حد يكون زعلان مني. فانا بقول ايه، اللي شايفني هنفع معاه ياخدني معاه، واللي شايفني مش هنفع ما ياخدنيش. فانا فاتح الدعوه لجميع الناس ان لو انا شايفين ياسر الجندي في النادي يبقى اهلا وسهلا موجود معاكم، لو شايفين ياسر الجندي مش هيفيد النادي يبقى برضه اهلا وسهلا ان انا برضه موجود باذن الله. تمام
يا دكتور بنشكر حضرتك على تواجد حضرتك معانا دايما في موقع طنطا التنمية.com، وبنتمنى حضرتك ان شاء الله ونادي طنطا كل خير باذن الله، ونحقق كل يعني كل الاحلام اللي بنتمناها نادي طنطا، وبنشكر حضرتك معانا. شكرا.